حتى كون اسره وعواطلي، كل ده لسه بنضحك عليه. انا عارف انه مش ذنبك والله، زي ما برضه مش ذنب حسن حسني اللي ضحك في المشهد ده غصب عنه، ده غير الحاره الكئيبه اللي هو عايش فيها لوحده، اللي هو بجد حرفيا ما فيش غيره فيها. يا اخي ده حتى ما فيش محل فاتح، تحس ان الشوارع دي معموله عشان الليمبي بس. وانا معاك والله انك مش قادر تصدق انه ازاي مش فيلم كوميدي، علشان زيك برضه. ونيجي هنا برضه المشهد العزا، مشهد العزا اللي هو تحس ان حتى في العزا هو مصر يضحكك، والمشهد بيبتدي بشيخ وبعديه على طول كراسي العزا فاضيه، اللي هو انت حاسس ان الفيلم كله مش واقعي وانت بتضحك ضحك هستيري، علشان الحاجه دي انت عارف انها مش هتحصل. يعني خناقه في العزا من غير سبب، هنقعد كده لوحدنا ده طلع موت. وزي مثلا ان الليمبي يطلع من الدولاب، ده مش بيحصل في العادي. ودي كوميديا اسمها كوميديا الافوار. الكوميديا دي بتعتمد على الضحك الغير مقنع. وبيجي مشهد كده للليمبي وهو وحش ابوه بيترحم عليه وبياخد قرار انه هيشتغل على العربيه بتاعت ابوه وهيبقى ناجح، وبرضه بيحصل حاجه غير منطقيه تاني، ان ابوه بيتكلم وهو ميت. اظن انت ابتديت تجمع فكره الفيلم. شوية طماطم حاضر يابا، ما تنساش النظافة. نسيت تبيع انت يابا. وعلى فكره شخصيه الليمبي دي شخصيه حقيقيه، انت ممكن